الحمد لله الذي جعل بابه مفتوحا لكل من قصده وأتاه، وحصنه موئلا لكل من لاذ به ودعاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم النعمة علينا بأعظم منهاج شرع. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكرمنا بها بنور الفهم، وتخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وتابعيه الأبرار ومن سار على دربه ونهجه إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، يا أحباب رسول الله، يقول ربنا سبحانه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. في هذا القول وفي هذه الاستقامة من البشائر والخيرات والبركات والنفحات ما يجعل الإنسان المؤمن المسلم الذاكر لله المستقيم على منهج الله وسنة رسول الله، ما يجعله من أهل المعية والبشارة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أمن وأمان، سعادة وطمأنينة ومعية ربانية ومعية ملائكية بقولك الله واستقامتك على منهج الله. فيصبح المؤمن السائر على هذا النهج السوي والصراط المستقيم من أهل المعية والبشارة، ويكتب عند الله من الأبرار الأحرار. الأبرار الأحرار، الأبرار هم أهل الرضا من الله تبارك وتعالى، بروا ربهم، أهل البرور لله بطاعته بتطبيق أوامره باجتناب نواهيه، نالوا رضا الله وهم الأحرار لأنهم تخلصوا من كل عبودية لما سوى الله. الأحرار، المؤمن السائر على نهج الله حر ليس عبدا إلا لله تبارك وتعالى. طب كلنا عبيد لله وكلنا عباد لله، هل يمكن للمسلم أن يكون عبدا لما سوى الله؟ نعم، إن لم يقل ربنا الله على إخلاص تام ولم يستقم على ما جاء به خير الأنام، فإنه يكون عبدا لهواه، يكون عبدا لدرهم، يكون عبد ليورو، يكون عبد لعقار، يكون عبد لدولار. نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صار هواه هو الإله، هو الذي يسيره، هو الذي يوجهه. هذا بنص كتاب الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. علم، صاحب تحصيل، صاحب ثقافة، لكن ما سخرها فيما أراده الله ولا استقام على نهج رسول الله، فصار هواه هو الإله الموجه له. ماذا قال سيدنا رسول الله في هذا المعنى؟ قال فيما رواه البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة: تعيس عبد الدرهم. ها هو يذكر لنا عبودية أخرى. نعم، مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، كيقول لك أنا عبد من عباد الله، لكنه في سلوكه وفي حياته وفي مساره
وفي معاملاته وفي تجارته وفي أسرته وفي بيته عبد لشهواته ونزواته، عبد للدرهم والدينار. قال عنه المصطفى المختار: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، تعس شقي من أهل الشقاء، وانتكس يعود لما كان عليه ولا يقوم من حاله، لأنه متوجه بقلبه للدنيا لا إلى رب الدنيا، فيتعس ويعود، وانتكس انتكاسة وراء انتكاسة. وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك يعني دخلت شوكة فيه لا يستطيع أن يخرجها بالمنقاش، فلا انتقش، لا يعالج، لا يخرج عن حاله هذا، لأنه منغمس في الدنيا والشهوات والنزوات حتى صار عبدا لهذه الشهوات، ولم يصل إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، فصار مستعمرا من النفس الأمارة بالسوء. أقامت هذه النفس انقلابا على قلبه، والقلب هو الذي يدير هذه المملكة الإنسانية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فهذا القلب تأتي هذه النفس الأمارة بالسوء التي صاحبها ينغمس في الشهوات والنزوات، فتنقلب على هذا القلب وتقيده وتستعمره، تستعمر الفؤاد وتحتل القلب وتضيق على الروح وتنفي العزيمة وتقطع الوصال بالله وتضطهد الجوارح وتصيرها تحت سيطرة هذا المحتل الغاشم الذي يفقد كل سيطرة ويصبح تابع للنفس الأمارة بالسوء. هذا استعمار خطير، بل هذا هو الاستعمار الأخطر. وإذا ما كان الناس في استعمار داخلي وانقلاب قلبي وهيمنة النفس البشرية، يسهل على العدو الخارجي أن يستعمر أوطانهم وأن يحتل بلدانهم. لكن إذا ما استقلت أرواحهم واستيقظت عزائمهم فإن الله ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم ويسددهم. استعمار خطير، استعمار النفس الأمارة بالسوء، فتجعلك عبدا للدنيا، تجعلك عبدا لهذه الدنيا. أما إذا ما استطاع الإنسان أن يقول ربنا الله ويستقيم على منهج لا إله إلا الله ويتمسك بسنة وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، هنا تدخل حركة المقاومة والتحرير وتخرج هذا المستعمر الأثيم وتطرده من الباطن والقلب والفؤاد، وتسير هذا الإنسان تابعا لخير العباد بسيره على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيؤيده الله تبارك وتعالى بجنود يراها ولا يراها، وينزل عليه السكينة كما أنزلها على قدوته صلى الله عليه وسلم، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، ولله جنود السماوات والأرض. إذا ما قلت ربنا الله وعزمت على طرد هذا المستعمر الذي يستعمرك ويجعلك تابعا للشهوات والنزوات، هدفك في الدنيا تحقيق الرغبات، لا تلتفت إلى سنة سيد السادات ولا تتعظ بمواعظ من يقربك من رب الأرض والسماوات، عندك إشكال تحتاج إلى مقاومة داخلية تطرد عنك المحتل الغاشم الذي استعمر كيانك الداخلي. هذا ما نحتاجه، مقاومة، فتأتي بهذه القوة وبهذه المقاومة، وإن كنت ضعيفا يقويك الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة لكن معكم نصر الله فأيد الله الحبيب الأعظم وصحبته بالجنود. هذه الجنود لا يزالون اليوم ينتظرون منك أن تقول ربنا الله وتستقيم، فتأتيك من الله الجندية الربانية تطرد عنك القوات الاحتلال الشيطانية والهوى والنفس، ويؤيدك الله بجنود تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. الله، جنود، جندية ربانية تطرد عنك العساكر الشيطانية التي حاولت احتلال قلبك. هذا تعيشه كل يوم، لا تنتظر أن ترى هذه الأخبار في التلفاز وفي الفضائيات حول الشؤون الدولية، فيك أنت حرب يومية.
الرشوة تدخل إليك لتسيطر على مبادئك، والعقوق يتسلل إلى باطنك لتصير من أهل العقوق مع والديك، والنظر إلى الفواحش يدخل إلى عينك ليكدر صفوك وتصبح أنت مهيمن عليك مسيطر عليك، وتدخل هذه الاحتلالات إلى قلبك وتعطل أجهزتك. أنت عندك أجهزة، عندك إدارات، فإذا استعمرت لا تتحكم فيها. عندك قلب، عندك عين، عندك سمع، لكن إذا لم تكن مع الله صار محتلا هذا السمع. وهذا ما أشار إليه البيان القرآني بقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. شوف هنا، قف مع الوصف ومع اللغة القرآنية الدقيقة العميقة المعجزة. لهم قلوب، لم يقل لا تفقه، هم لا يفقهون بها، أما هي تفقه. لهم أعين، ماشي لا تبصر، لا، هي تبصر ولكن هم لا يبصرون لأنهم سلموا أنفسهم للشهوات وصاروا محتلين مستعمرين. لكن إذا ما تحرروا يبصرون بأعينهم، يسمعون بآذانهم، يفقهون بقلوبهم، لكن بشرط أن تتدخل هذه القوات، قوات طرد المستعمر الشيطاني والهوى والنفس، ويتحرر القلب من كل مقصود إلا القصد لله تبارك وتعالى. بذلك تكون في حماية. العبودية لله حماية. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ربنا مخاطبا إياه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قوة تطرد هذا الاستعمار الشيطاني الغاشم. العبودية لله الحق إجابة دعاء وتحقيق رجاء. وإذا سألك عبادي، لكن عباد الله ليس عباد المال، ليس عباد الدينار، ليس عباد الدولار. إذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا ما سألك عبادي عني. وهذا هو سر العبودية لله تبارك وتعالى. بذلك يتخلص الإنسان من هذا الاستعمار القلبي ويرتبط بالحضرة الإلهية ارتباطا يجعله في حرية، يجعله في جمال، في بهاء، في توفيق في كل خطواته، حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. لكن نحتاج إلى تطبيق ما يجعلك عبدا. قال أهل المعرفة: تتحقق العبودية لله تبارك وتعالى بشروط 5. قالوا: أولا أن تحب الله، وثانيا أن تطيع أمره، وثالثا أن تجتنب سخطه، ورابعا أن تديم ذكره، وخامسا أن ترضى بقضائه وقدره. أولا أن تحب الله. لا يمكنك أن تكون عبدا لله وقلبك معلق بالدنيا والشهوات والأموال والعقار. لا، تراجع من المحبوب الأول عندك هو الله. كيف تصير حب الله في قلبك نشيطا دائما؟ قالوا: أن تنظر إلى نعم الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. فتحب الله. ثانيا أن تطيع أمره. لا يمكن أن تحب الله وأنت تعصي الإله وتدعي حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فتطيع الله تبارك وتعالى. مش أنت تحب من الدين ما تريد، لا، تطيعه في كل شيء. تجد الإنسان بعيد عن الله، غافل، لكنه ربما ينشط في بعض الأعمال الخيرية. الله يمشي في القوافل الخيرية أو القوافل الطبية وتجده لا يصلي صلاته. أنت لا تطيع ربك، هذا إشكال. إذن أن تطيع ربك وأن تجتنب سخطه، أن تجتنب كل ما فيه الغضب. لا، ماشي هذه بيني وبين الله. دائما تجد هذه الشعارات في المجتمع. إذا شوفني كيفاش كنتعامل مع الناس، هذاك شي بيني وبين الله. إذا كان نشرب الخمر بيني وبين الله، إذا كان ندير كذا أنا بيني وبين الله. ما تحاسبنيش أنت، أنا لا أحاسبك، لكنك على ضلال. لكن الله تعالى أمرك، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه فرائض. ما يمكنش لك أنت تشارك فيما تريد وتترك ما لا تريد. هذا ليس دينا مزاجيا، هذا ليس دين سور مزور على قياسك على ما تريد. يجب أن تحب الله وتطيع أمره وتجتنب سخطه وتديم ذكره
وترضى بقضائه وقدره، وهنا تكون قد خالفت النفس وخالفت الهوى وطردت الاستعمار القلبي وتحررت لتكون مع الله في كل الشؤون. وهذا يذكرنا دائما بأن الإنسان لا يمكن أن يتخلص من العدو الخارجي إلا إذا تخلص من العدو الداخلي. المغاربة حينما يأتي هذه الفترة من السنة وفي هذا التاريخ مثل تاريخ غدا 18 نوفمبر نتذكر استقلال المغرب ونتذكر أحوال المغاربة الذين وفقهم الله لطرد المستعمر الغاشم ورد هذه الهجمات الاستعمارية، لكن كانوا رجال. لا يمكن الإنسان ولا يمكن لمجتمع أن يطرد الاستعمار والاحتلال وهم محتلون أصلا. إنسان محتل بالرشوة، محتل بالعقوق، بالكذب، بالخيانة، وتريد أن يطرد الله عنك المستعمر؟ لا. إذا ما رأيت استعمارا أو احتلالا أو اضطهادا في مشارق الأرض ومغاربها فاعلم أن ذاك المجتمع يحتاج إلى نهضة ربانية تخلصه من الأسواء القلبية والأدواء الباطنية، وبذلك يحرر الله أرضه وبلاده ووطنه. والمغاربة كانوا رجال، هم الذين طردوا هذا الاستعمار حينما تخلصوا هم من الشهوات والنزوات. ولذلك كان المغفور له الملك محمد الخامس رجل تضحية، رجل فداء، رجل بطولة، خرج ونوفي مع أسرته ورفيقه في ذاك الوقت المغفور له الملك الحسن الثاني، وخرجوا في أسرته إلى كورسيكا ومن كورسيكا إلى مدغشقر. لم يكن حريصا على منصب ولا كرسي ولا على أي مقصود فاني، ومعه جمهرة من أهل المقاومة الوطنية ضحوا بكل غال ونفيس، ضحوا بالمال، ضحوا بالأنفس، فتحرروا هم من الاحتلال القلبي، من احتلال النفوس الأمارة بالسوء، فوفقهم الله تبارك وتعالى لطرد المستعمر. فجاء الاستعمار الأجنبي طورد بماذا؟ بتحرر قلبي وبأخلاق عالية. ولذلك رحم الله الملك محمد الخامس والحسن الثاني وأدام نصر مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي يستمر على ما يثبت ويرسخ هذا الموروث الروحي وهذا الحال الإيماني الذي يجعلنا في تحرر قلبي ويطرد عنا كل استعمار شيطاني حتى نبقى في أمن وأمان وسلم وسلام. أدام الله على مملكتنا الأمن والأمان والسلم والسلام على سائر ربوع العالم الإسلامي. آمين آمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الصالحون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فبالتقوى نصل إلى الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دستور وقانون إلهي يعرفنا بحقيقة النفس التي فينا، ألهمها الله الفجور والتقوى. انظر أنت ماذا تريد، هل تحيي فيك خلايا الخير أم خلايا الشر؟ فإذا كنت صاحب إيمان صاحب عقل وإيقان فإنك لا تهمل النفس وإنما تقوم على تزكيتها. قد أفلح من زكاها، من أخضعها إلى ميزان الحق وإلى سنة سيدنا رسول الله. وقد خاب وشقي وتعس من أهملها ودساها وتركها على جشعها وعلى طمعها، وصار عبدا لها، وصار محتلا من طرفها، وصار قلبه مستعمرا من مستعمراتها تسيطر على قلبه وفؤاده وجوارحه فيقوم إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، مسيطر عليه من النفس. يحكون عن الإمام العارف الكبير والصوفي الشهير الشيخ الإمام مالك بن دينار. قال: مر مالك بن دينار على رجل صاحب عربة يبيع فيها التين، فنظر إلى ذاك التين البهي الجميل اللذيذ واشتهت نفسه ذاك التين، فذهب إليه وقال: بكم التين؟ قال: بكذا وكذا. قال: نظر ما عنده المال، قال: أمكن أن تعطيني وتمهلني أتيك بالمال فيما بعد؟ قال: لا. ولا يعرف أن هذا الذي يقف عنده الرجل الإمام العلم الفقيه الكبير، الرجل المشهور بالعلم والولاية لا يعرفه. قال: لا، ما عندكش صفي. لا. قالوا: طب يعني أترك لك حذائي رهينة، اشتهت نفسه هذا التين،
أترك لك نعلي إلى حين أن أعود وأعطيك المال الذي يقابل التين. قال لا، اذهب، ما عندك مال لا تأخذ شيء. فذهب الإمام مالك بن دينار. جاء بعض الناس إليه قالوا هنيئا لك، اليوم افتتحت يومك بخطوات رجل علم كبير مالك بن دينار. قال من الرجل؟ قال مالك بن دينار الذي كان عندك. هنيئا لك. قال لقد كنت معه في غاية القسوة وندم وتأسف. وقال لغلامه تعال خذ هذه العربة واذهب بها إلى مالك بن دينار وأعطها له هدية مني، وإذا قبلها منك فأنت حر لوجه الله. إذن الأمر كبير، يريد أن يصل إلى إرضاء الرجل بعدما أساء معه الأدب وهو لا يعرفه. فذهب هذا الغلام إلى مالك بن دينار الذي وهو سائر صار ينظر كيف حصل له هذا الأمر، كيف اشتهت نفسه وأرادت أن تذله حتى صار يريد أن يرهن وأن يضع رهينة نعله وأن يأخذ قرضا من أجل أن يأكل التين شهوة من نفسه. فذهب إليه قال يا سيدي إن سيدي صاحب هذه العربة يهديها لك. قال اذهب إلى سيدك وقل له مالك بن دينار لا يأكل التين بالدين، لا يبيع دينه من أجل التين. وقل له إن مالك بن دينار قد أقسم أن لا يأكل التين إلى يوم الدين، حرم على نفسه التين إلى يوم الدين. هذا التين الذي سيجعله عبدا لشهوته مملوكا لنزوته يصل إلى هذه الذلة من أجل هذا الأمر الدنيوي. أنا حرمته على نفسي حتى أبقى كليتي إلى الله، عزي بالله. قال قل له إن مالك بن دينار قد حرم على نفسه التين إلى يوم الدين. قال يا سيدي إن فيه عتقي، إذا ما أخذته سأكون أنا قد صرت حرا. يا سيدي إن فيه عتقي. فقال له إن كان فيه عتقك ففيه عبوديتي ورقي وذلي. فيه عبوديتي، سأصير عبدا لنفسي، عبد لشهوتي توقع بي وتطيح بي من هذه الحظوة التي أراد الله لنا. ولقد كرمنا بني آدم حينما جعله عبدا لله تبارك وتعالى، لا عبدا لشهوته ولا عبدا لنزوته. هكذا يكون الإنسان عبدا لله محررا من كل تبعية لما سوى الله، يكون حر. الحرية الحقيقية أن تكون حرا في داخلك غير مستعمر لا بشيطان ولا بشهوة ولا بهوى. رضي الله عن الإمام البصيري قال وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذا هو السر الذي كان خلف وفي كواليس كل طرد لاستعمار أجنبي، سواء في بلادنا المملكة المغربية الشريفة التي قام فيها كما قلنا المغفور له محمد الخامس ينادي بهذا المعنى. فحينما رجع من المنفى وعاد ولله الحمد استقل البلاد وعادت ربوع المملكة إلى حمى هذا العرش العلوي المجيد، قال رجعنا، ردد ما جاء في الأثر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ هو الذي نتحدث عنه، هو أن تجاهد نفسك وأن تجاهد ميولاتك وأن تجاهد نزواتك وأن تخضع حالك وجدك وجهودك لنفع الخليقة ولخدمة الحقيقة. هذا هو حينما نادى بهذا المعنى، وهكذا استمر على ذلك رحمة الله تبارك وتعالى عليه إلى حين أن خلفه الملك الحسن الثاني رحمه الله تبارك وتعالى سائرا على هذا النهج بالتنمية والحضارة وحفظ ثوابت هذه الأمة، ليخلفهم الأمير المؤمنين الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره من خلال الحفاظ على الموروث الديني. نحن عندنا في المغرب موروث ديني عميق موحد يتجلى في عقيدة الأشعرية، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتجلى في المذهب المالكي مذهب إمام دار الهجرة. كل ما تعلق برسول الله وبمدينته يحبه المغاربة. الإمام مالك الذي كان عالم أهل المدينة ولم يكن يخرج من المدينة أبدا حتى إذا ما مات يدفن في البقيع، وكذلك كان خدم سنة سيدنا رسول الله، كان أشبه الناس تخلقا بسيدنا مولانا رسول الله، لم يبحث إذا ما وجد سنة لرسول الله يطبقها ويفعلها، حتى
الإمام نقرأ برواية ورش عن نافع المدني: وحد الله المغاربة على كل ما له صلة بسيدنا رسول الله. ثم جاء منهجه في التربية والسلوك، منهج رسول الله، وهو علم التصوف، علم التزكية، علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الثوابت يحفظها علينا مبدأ وثابت إمارة المؤمنين. ولذلك كلما حل هذا العيد، عيد الاستقلال، يذكرنا بهذه النعم، يذكرنا بهذه الخيرات، يذكرنا بهذه البركات. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نحمده ونشكره، ووعدنا بالإجابة فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن ساروا على نهج سيدنا ومولانا رسول الله الحبيب الأعظم والنبي الأكرم الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوار